السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يا حبايب قلبي، ايش اخباركم؟ اليوم حنسوي لكم شعرية بالدجاج، روعة وجدا سهلة وبسيطة. اوريكم كيف مكوناتها ونقول بسم الله. شوف كيف الطريقة. شوف يا بنات، هذا دجاج انا مقطعاه مربعات صغيرة. هنا عندنا فلفل رومي وبصل كله مقطعاه مربعات صغيرة. عندنا ملح وفلفل اسود وثوم، وعندنا هنا ملعقتين كبيرة قشطة وملعقتين كبيرة جبنة اللي هي ستايل الكاسات. هذه الشعرية أنا حسقطها في الموية هنا في القدر، أسلقها بشوية ملح بس. طيب، وتابعوني يا بنات، وإن شاء الله بإذن الرحمن حتشوفوها أكلة ولا أروع، وجدا رائعة وبسيطة وخفيفة. تابعوني يا حبايب قلبي. شوفوا يا بنات، أنا حطيت 3 ملاعق زيت هنا. هحط البصل، بس أبغاه يدبل البصل واحط معاه الثوم. طيب، بس هيدبل البصل كده وهنحط عليه الثوم. شايفين كيف؟ هنرجع لكم مرة تانية، بس يدبل البصل كده عشان لا نطول عليكم الفيديو يا بنات. بس يدبل. أنا حطيت في الموية الحارة ملح، بس ملح ما في زيت. هنسقط الشعرية، هتاخد تقريبا 10 دقايق. أنا أبغاها زي ما هي كده، محتفظة بشكلها، ما ابغى اكسرها ولا شيء، ابغاها زي كده عشان احطها في الصينيه واحط عليها الخلطه اللي انا حسويها. شوفوا يا بنات، انا هحط الثوم بعد ما احط الثوم احط الدجاج على طول. شايفين؟ احط الدجاج على طول. خلاص، انا ابغاه يتشوح مع الملح والفلفل الاسود. شايفين الملح والفلفل الاسود؟ هياخد لي تقريبا حوالي لحد ما يتغير لونه ولحد ما يستوي. يعني احط له شويه مويه يا بنات، هنحط له نقطه مويه لحد ما يقوم يستوي الدجاج تماما مظبوط زي ما. وبعدين شوف الشعريه يا بنات، شوف الشعريه يا بنات هنا كيف. خلاص انا هسيب عليه الشعريه لان كده استوى. لو تيجي تقول له كده، شوفوا كيف انا ابغاها محتفظه بشكلها زي كده يا بنات. شايفين؟ هرصها في الصينيه زي كده واحط عليها الخلطه اللي انا هسويها. طيب يا حبايب قلبي، تابعوني. انا اول ما اخلص هذا، شوفوا يا بنات، شوفوا كيف صار. خلاص، شوفوا كيف انا ابغى زي كده. ايش هسوي؟ هحط عليه الجبنه والقشطه. شايفين كيف؟ طبعا انا ماني حاطه ملح كتير لاني الجبنه نفسها فيها ملح. شايفين؟ خلاص هصب عليها وهحطها فوق الشعريه. شايفين كيف؟ هقلب كل المكونات مع بعضها واحطها فوق الشعريه. شوفوا بنات، بعد ما سكيت عليها النار حطيت لها الجبنه والقشطه. طبعا انا عندي هنا رصيت الشعريه. انا ايش هسوي؟ هحط على كل دائره من الشعريه الدجاج اللي انا سويته. طيب، زي كده على كل دائره. شايفين كيف؟ على كل دائره زي كده، زي كده. وهنحط عليها، هنجيب برضو شوية جبنة. شوفوا يا بنات، المرحلة الأخيرة هنسوي إيه؟ هنحط علبة قشطة مع شوية حليب وهنقلبه وهنحطه فوق الشعرية. طيب، زي كده. خلاص هنحطه فوق الشعرية كده، بس كده. وهنحط عليه الجبنة اللي هي حاجات. آخر شيء قبل ما ندخلها على الفرن يا بنات هنحط الجبنة الموتزاريلا. خلاص ندخلها في الفرن، تقعد لها حوالي زي ممكن 10 دقايق بس، تاخد لون من تحت ومن فوق وخلاص. هي أنا بغى بس إن هي الجبنة تسيح ونفس المكونات تخش في بعضها وخلاص. وحوريكم هي آخر شيء. طيب حبايب قلبي، تابعوني. شوفوا يا بنات، بعد ما خرجت من الفرن، يا سلام يا سلام، يامي يامي ولا أروع. أنا بس أوريكم كيف طريقتها زي كده. شوفوا كيف، يامي 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 يامي. قسم بالله يا بنات روعة، يعني يا ريت تعملوها، بس فظيعة فظيعة. شوفوا الدجاج كيف
شوفوا الدجاج كيف، وشوفوا الخلطة اللي فوق روعة يعني. ها أنا بس حابة أوريكم، شوفوا من جوا كيف، شوفوا من جوا كيف، مرة روعة. والصوص عامل عمايله. هنا وعافية علينا وعليكم مقدما يا رب. في أمان الله.